عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الله الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا
ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الصيام الحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين أنت رب المسلمين أنت رب المتقين أنت رب الراكعين الساجدين اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا
وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سأل، وأكرم من أعطى. أنت الملك لا ند لك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. لم تطاع إلا بإذنك، ولم تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبيدك، وأنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن تحرم أجسادنا عن النار. اللهم حرم أجسادنا ووجوهنا عن النار، وأدخلنا الجنة بسلام يا عزيز يا كريم يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وحرها. نسألك الجنة ونعيمها يا رب العالمين، ونعوذ بك من النار وحرها وزقومها وغسلينها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، طهر قلوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم أجب دعواتنا، وأقل عثراتنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع الركع السجود الموفون بالعهود إنك يا ربنا رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء وثلج وبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا عزيز يا ودود يا رب العالمين. ارحم برحمتك آباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم حاضرا ومن كان منهم غائبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين يا رب اشف مرضى المسلمين أجمعين الحاضرين معنا في هذه الليلة والغائبين. اشفهم يا رب العالمين وعجل بشفائهم يا قوي يا متين. اللهم عاف كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم واشف كل مريض مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أولادنا وأصلح لنا نساءنا وأصلح لنا بيوتنا يا رب العالمين. اللهم ارزق نساء المسلمين عفة مريم عليها السلام وطهارة مريم عليها السلام. اللهم احفظ شباب المسلمين أجمعين. اللهم جنبهم مسالك الانحراف والضلال وارزقهم الوسطية والاعتدال وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا الموقف يا رب العالمين أن تغفر لنا أجمعين وأن تعتق رقابنا من النار أجمعين وأن تجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وقيامهم يا رب العالمين. ووفقنا لصيام وقيام ما تبقى من شهر رمضان وأعنا على تلاوة القرآن وأعنا على حفظ ألسنتنا وأبصارنا يا رب العالمين. ولا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام السهر والتعب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا أسألك باسمك العظيم الأعظم الأحب إليك الذي إذا سألناك به أعطيتنا وإذا دعوناك به أجبتنا أن تعطي كل واحد منا الليلة مسألته يا رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله وزيادة يا رب العالمين. حقق إيماننا يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا
ذنوبنا يا رب العالمين، ارفع درجاتنا يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل بلدنا هذا أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، كن لهم ناصرا ومعينا يا قوي يا متين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من هذه المحنة سالمين منتصرين يا رب العالمين. فك عنهم الحصار يا قوي يا متين، واجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وعجل بنصرهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. نسألك في هذه الساعة ساعة السحر، فإنك يا ربنا تتجلى لعبادك في كل ليلة وتنادي يا رب العالمين: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك ونتوجه إليك، ونحن كما ترى ضعفاء فقراء إليك يا رب العالمين، ألا تردنا الليلة خائبين. استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم حقق في اليهود آمالنا يا رب العالمين، اخزهم يا قوي يا متين، فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، اجعلهم وأسلحتهم وعتادهم وقوتهم غنيمة للمسلمين. اللهم أثخن فيهم المجاهدين يا رب العالمين، ألق في قلوبهم الرعب يا قوي يا متين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم بأسك على اليهود يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم انصر جندك في فلسطين يا رب العالمين، وفي المسجد الأقصى يا رب العالمين، وفي سوريا يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين في العراق يا قوي يا متين، فك أسر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم